إليكم 19 أقوال ابن البيطار. ابن البيطار المالقي هو عالم نبات وصيدلي مسلم مشهور من العصور الوسطى، وقد ترك إرثا علميا غنيا في مجال الأعشاب والنباتات الطبية. 1. الاعتماد على التجربة هو أساس كل علم صحيح. 2. كل نظرية لا تدعم بالتطبيق فهي كالبناء بغير أساس. 3. العلم لا يعرف حدودا، والطبيعة هي أعظم معلم. 4. ما من نبات في الأرض إلا وفيه منفعة إذا عرفها العالم. 5. الطب علم يبني على التجربة والملاحظة لا على الظن. 6. إذا أردت أن تعرف الدواء فادرس أصوله من الأرض. 7. العلاج يكون بالشيء وضده، فالحكيم من يعرف الموازنة. 8. لا تحتقر نباتا صغيرا فلعله يحوي الشفاء العظيم. 9. من جمع بين علم الأقدمين وتجاربه فقد أحرز الكنز. 10. الطبيب الجاهل كالسفينة بلا قبطان. 11. كل داء له دواء ولكن الإهمال يضيع الفرص. 12. الصبر والتأني في العلاج هما نصف الشفاء. 13. النباتات كالكتب، أن فتحتها وجدت فيها الحكمة. 14. الطب العربي جمع تراث الأمم وزاده نور العقل. 15. لا تعالج بالعقاقير ما يمكن علاجه بالغذاء. 16. الخطأ في الجرعة يحول الدواء إلى سم. 17. العلم يزداد بالإنصاف لا بالتعصب. 18. من لم يتعلم من أخطاء الماضي كررها في مستقبل. 19. الحكمة هي أن تعرف ما تقدمه لجسدك وروحك. هذه الأقوال تعكس منهج ابن البيطار العلمي القائم على الملاحظة، التجربة، والتحقق، كما تبرز تأثيره الكبير في تطور الصيدلة والطب العربي والإسلامي. أتمنى أن تكون مفيدة لكم.